اتمنى ان شاء الله اللعيبه برضه يبقى نفس التركيز ونفس الروح اللي لعبوا بها امبارح يلعبوا بها ان شاء الله المباراه اللي جايه. كابتن، شفنا اداء شريف اكرامي بيعلى كل يوم، نمسك الخشب بيعلى كل الحمد يوم لله الحمد لله، ده بمجهوده وبتعبه مع احمد عادل مع مسعد بيتعبوا جدا جدا وربنا بيوفقنا فالحمد لله. محمد نجيب نجم النادي الاهلي، الف مبروك يا محمد، اداء مشرف والف مبروك. بنسبه كبيره الاهلي صعد من هنا يا محمد. لا لسه في ماتش تاني وان شاء الله اللعيبه كلها تبقى مركزه ونعمل نتيجه ايجابيه في مصر ان شاء الله. السوبر، نمسك الخشب السوبر ثم الفوز في القطن هناك في القطن. لا يعني نقول ايه؟ لا الحمد لله اللعيبه كلها مركزه في الماتش وبنحاول ننافس تعليمات المدير الفني طبعا، والحمد لله ربنا كرمنا واللعيبه كلها بتركز وتعمل اللي عليها وبتقدم بشكل كويس الحمد لله. الف مبروك، فوز غالي، نتيجه ايجابيه في القطن. تقول ايه النهارده الجمهور؟ طبعا الحمد لله على المكسب، مكسب معنوي كويس يعني، خلينا مطمنين شويه بس مش قوي يعني. انا لسه في مباراه تانية نجتهد ونعمل مباراه احسن ان شاء الله عشان نصعد دور النهائي. كابتن جريدو قال لكم ايه بعد المباراه على طول؟ مبروك. احنا لسه ما تاهلناش يعني، احنا ماتش احنا كسبنا 1-0 ومع فرقه كويسه جدا، والماتش العوده هيبقى ماتش اصعب من اللي هناك، فاحنا مش هنلعب ان احنا كسبنا 1-0، لا الماتش لسه طبعا خلص يعتبر شوط ولسه الشوط الثاني، فهيبقى ماتش صعب يعني. كل اللي احنا وصلنا دي مش اكيد يعني. ان شاء الله باذن الله. احنا مش عاوزين برضو يعني يبقى الامور يبقى مستسهله، بحيث لما نيجي في الماتش مش يبقى في حاجه ناس تتفاجئ بحاجه ثانيه، لا احنا عندنا ماتش صعب وماتش مهم. احنا اتمنى ان شاء الله الفتره الجايه نبقى مركزين زي امبارح، وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله. الاستاذ محمود طاهر كلمكم؟ الباشمهندس محمود طاهر تقريبا هكلم رئيس البعثه وكابتن طاهر، وكابتن طاهر بلغنا والامور الحمد لله ماشيه كويسه. مستر جريدو قال لكم ايه بعد المباراه؟ لا هو الراجل ما قالش حاجه، لا مبروك طبعا واللعيبه كلها كانت كويسه ورجاله وخلاص يعني. تقول ايه النهارده بعد الفوز؟ الحمد لله طبعا المكسب، بنحمد ربنا على النتيجه دي، ريحتنا الماتش الثاني. ان شاء الله بنسعى ان احنا نوصل للنهائي ان شاء الله من خلال الماتش الجاي وناخد البطوله ان شاء الله. اول بطوله ليك مع الاهلي، متفائل؟ ان شاء الله باذن الله باذن الله. مستر جريدو قال لكم ايه بعد المباراه؟ لا لسه ما اتكلمش في اي حاجه، يمكن احنا بعد الماتش طبعا عشان الرحله كانت طويله وبتاع، فمتهيألي لما نرجع ان شاء الله هيتكلم باذن الله.